في الفترة الأخيرة أمنية كو غايبة عن اليوتيوب لمدة شهرين أو أكتر، يمكن بسبب خلافات. بس احنا مش هنبطل نتكلم عن فيديوهات أمنية كو لأن دي السلسلة المفضلة ليكم وبتطلبوها دايما، فنسكت بقى. لا، هنجيب بقى الفيديوهات القديمة لأمنية كو ونتكلم على الفيديوهات يعني الترند. ومتنسوش تصلوا على النبي وتبدأ لو خدنا في فلسطين، ويلا بينا على الفيديو. نعم يا مكة، هي امك بتبيع شبشب بكام؟ ده ايه قصف الجبهة اللي من أولها دي؟ من أولها كده قصف جبهة؟ روقي كده، البنت لسه بتبدأ الفيلم. انا مش بتدخل في شغل ماما. انت ليه ما بتبيعيش معاها؟ قلت لك يا مكة مش بتدخل في شغل ماما، انا في مذاكرتي بس. اصل انا يا امنية عايزه اشتري شبشب من عند امك عشان عندنا صرصار عايزه اضربه بشبشب امي. دي بتطير الجبهة بتاعتها خالص. لو انت هتعملها على متعلمة، لا انت بنت بتاع الشباشب برضه. مكة ما تضايقنيش يا مكة. عايزه اقول لك حاجه يا امنية، هما ليه صحابي بيقولوا لك يا امنية شبشب؟ صحابي بيقولوا لي امنية شبشب عشان هما ما تربوش، ولا عشان انت بنت بتاعت الشباشب، ولا ايه؟ انت من اول الفيديو كده ماسكاها دشمانة جبهة كده، يعني رواقي كده عليها. لهم حق والله. ماشي يا امنية شبشب، انت كمان ما تربيتيش بقى، فانا مش بحب امشي مع الناس اللي ما تربوش. ليه يا امنية؟ خلاص والنبي مش هقولك كده تاني. لا مش هقولك يا امنية شبشب. انا مش همشي معاك، امشي انت الاول. حاضر يا امنية. يعني لما تمشي قدام كده مش هتشتمي كان، ولا تقول لك امنية شبشب، ولا ايه يعني؟ ايه حبيبة قلبي؟ انت بقى امها بتاعت الشباشب اللي عامله دوشه على الفيديو ده كله. انت بتبقى شويه شباشب جامده والله يا حاج. ماما ايه؟ انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. هو انت يا ماما مش عارفه يا ماما تشتغلي يا ماما شغلانه تانية؟ يا أمنية كل يوم تيجي تقولي نفس الكلام يا أمنية، مالها شغلانة شباشب يا أمنية؟ ما انا يا ماما بقول لك عشان انا تعبت يا ماما. انت يا ماما ما تعرفش اللي بيحصل لي يا ماما بسبب شغلانتك دي يا ماما. انا كل يوم يتقال لي امنيه الشبشب بسبب اللي انت بتبيع شباشب. يا أمنية يا ماما انا اصحابي في المدرسه وفي الدرس مسميني امنيه شبشب عشان هما مش متربيين وما تتكلميش ما يا معاهم ماما. تاني. اي حد من صحابي لما يقول لي امنيه شبشب اقول له على فكره ما تكلمنيش تاني ولا تمشي معايا تاني. بيقولوا لي ليه؟ عشان ما تربيتش. خليت كل صحابي يخصموني بسبب لما بقول لهم انت ما تربيتوش. عندهم حق، يعني انت تشتمهم هم يسكتوا، ما لازم يقول لك انها شبشب يعني. انا ببقى عايزه اقول لما المس يقول لي انت اسمك ايه ببقى ساعات عايزه اقول له امنيه شبشب بنسى يا ماما. طب ينفع بقى ما تزعليش نفسك وتعالي اتغدي ونبقى نتكلموا في الموضوع ده بعدين؟ انا ماليش نفسي اكل يا ماما. انا عايزاك يا ماما باي طريقه تغيري شغلانتك يا ماما. الموضوع يعني مؤثر قوي، حتى هم حاطين موسيقى حزينه كده اللي هو انت هتخليك تعيط من كتر الشباشب اللي في الفيديو. ماما اتخنقت يا ماما، تعبت. يا أمنية انتي بتستعري مني كده يا مش أمنية. بستعر منك يا ماما. ماشي يا أمنية. انا مش عايزه اكل يا ماما، انا اروح اذاكر شويه جوه. بابا يا بابا. ايه يا حبيبة بابا؟ الجزمه عملتني يا بابا، انا عايزه شبشب. عايزة شبشب؟ اه. طب تعالى. فهتروح فين بقى؟ هتروح للامنيه بتاعت الشباشب وهتقعد بقى تذلها وتذل امها. ده هيبقى محتوى الفيلم بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندنا شباشب حلوة قوي، عايزة شبشب؟ اه. طب انتي مقاس رجلك قد ايه؟ 30. 30؟ بصي ده حلو، بصي وصباعه شكله حلو قوي طري. ايه ده؟ الله اقعدي ماشي. جربيه بقى. جميل قوي ده. هاتي هاتي يا زوزو. شطورة. خدي بقى جربي ده. عنك انت عنك. بص كده، انا حاسس بقى من قبل ما الموضوع يبتدي ان دي هتكون صاحبتها في الدرس وهتذلها. ده اللي انا حاسه من الاول. ماشي طب سي خدي طيب. بقى جربي ده. هاتي يا زوزو. هاتي يا حبيبتي. ها مقاسها؟ الله حلو قوي. هو شكله حلو عليكي قوي، حلو قوي على رجلك. الله حلو قوي. وانتي اساسا اميره انا شايف ده شبهها. احلى يا سوسو. ده جميل والله. انا كبرنا امارات يا بابا. خلاص. وبعدين ده شبهها خالص، الاميره اللي عليه شبه غزل. الشبشب شبه غزل يعني؟ انت بتشبه البنت بالشبشب؟ هو انت كمان بتكسفي الجبهه انت كمان؟ امنيه اروح اشتري شويه حاجات بسرعه وجايه، خلي بالك من البضاعه. مبسوطة يا زوزو؟ اه يا بابا. رجليك دلوقتي مش بتوجعك طبعا. لا يا بابا. بابا. ايه؟ هو انا طولت؟ طولت شوية قد كده. عشان يا بابا. الكعب عالي، كعب الشبشب عالي. اي يا بابا. ما بديهيا اكيد هتطولي شويه، الشبشب كعبه عالي فعلا 5 سم،
يعني بديهيات، اللي هو لما بتشرب ميه ما بتحسش بالعطش، يعني حاجات بديهيه خالص. يا ماما ليه اي واحده تيجي عندها تلبسها الشبشب؟ ما هو طبيعي هتلبسها شباشب يا جدعان، ما واحده بتبيع شباشب هتلبسها ايه؟ يعني المنطق والبديهي، انا مش عارف ايه الحاجه الاسئله الغريبه دي. هي بتعرف تلبس شبشب لوحدها، ليه ما بتلبسها يعني؟ يعني مثلا لو واحده من صحابي جم يشتروا من ماما شبشب، هي كمان تلبسهم الشبشب؟ ما هو طبيعي يا بنتي، مش لازم توريهم الشبشب وتنزله وتقيسه، مش شغلها، هتعمل ايه يعني؟ هي ماما عايزه تضايقني قوي انا؟ انتوا بسببكم ما بقاش ليا اصحاب، بسبب شباشب ما بقاش ليا اصحاب. ليه يعني؟ ما الشباشب ذنبها ايه يعني؟ هي دي شغلانه امك، هتعملي ايه يعني؟ ليه يعني ما بقاش ليا اصحاب بسببكم؟ ليه؟ ليه ما بقاش ليا اصحاب؟ ماما بتقلب كرامتها ليه؟ اي حد ماما تلبسه الشبشب. انا عارفه ان ماما عايزه تضايقني، انا عايزه تضايقني يا ماما. ليه يا ماما عايزه تضايقني؟ ليه يا ماما؟ شايفين يا جدعان امنيه وهي صغيره كانت عامله ازاي؟ يعني ده غريب بس. كل ما اشوف شكلها اضحك، شكلها وهي كبيره مختلف خالص عن دلوقتي. أمنية عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله. مالك زعلانة ليه؟ انا مش زعلانه. تعالي يا أمنية. مالك يا حبيبتي؟ وإيه اللي رمى الشباشب دي في الأرض؟ هي رمت نفسها. يا سلام، الشباشب اتضايقت واستعرضت من اللي هي شباشب فرمت نفسها. يا سلام على الذكاء والمنطق. مالك يا حبيبتي زعلانة ليه؟ انا بصي، انا عايزه اقول لك على حاجه. انا تعبت. تعبتي من إيه؟ ماما لما ببيع شباشب صحابي بيستعاروا مني في المدرسه وفي الدرس. اي حد يقول لي يا امنيه شبشب بخصمه، يعني انا كده خصمت كل صحابي. بقول لهم انتوا متربتوش، يقولوا لي امك بتبيع الشبشب بكام؟ انا تعبت. يعني هم ده غلطة الناس بيسألوا عايزين يجي ينفعوك، بيشوفوا اسعارك غالية ولا رخيصة عشان ما يشتروش من بره. ده ذكاء، ده ماركتنج، ده خلي بالك. اهدي يا حبيبتي اهدي، انت كده بتستعري من ماما يا حبيبتي. انا مش بستعري ماما، انا قلت لها اشتغلي اي شغلانه تانية بس هي مش راضيه. انا اعمل ايه طيب؟ لو مش اشتغلتش الشغلانه دي ما كناش هنعمل الفيديو ده والقصه الدراميه الملحميه المؤثره دي. افهمي بقى، دي افكار الفيديوهات اللي بتجيب دي. يا حبيبتي ما هي بتبيع الشباشب دي عشان تجيب لك كل اللي انت نفسك فيه، يعني هي اللي لبستك الهدوم النضيفه وبتخليكي انا مش تلبسي عايزه الدروس البس هدوم والمدارس. نضيفة. انا عايزه بس مش عايزه حد من صحابي يستعر مني. انا هتكلم معاها يا امنيه واخليها تبيع حاجه تانية غير الشباشب يا حبيبتي. انا كلمتها كتير مش هتسمع كلامي. لا هتسمع الكلام. اهدي بس انت، اهدي يا حبيبتي. اما قصه عبره بصحيح، قصه عبره قوي. احنا كنا جايين ناخدوا البطه شبشب وانت كمان يا طنط ندى. انت كمان جايه تزايد عليها وتذلها اكتر ما هي متضايقه. طنط ندى ما تزعلنيش منك انت كمان. انا مش قصدي حاجه يا حبيبتي والله. كل اصحابي يقولوا لي كده برضه. طب اهدي يا امنيه، تعالي نلم الشباشب دي ولما تيجي ماما انا هتكلم معاها. هي ماما فين؟ ماما راحت تجيب طلبات وجايه. اكيد بقى هتكون بتشتغل شغلانه تانية وبتسعى وبتتعب عشان بقى تبقى الام المثاليه اللي بتشقى على عيالها. اكيد طبعا. ايه ده؟ ايه اللي رمى الشباشب في الارض كده؟ اهدي يا ام امنيه يا وانا امنيه يا امنيه، مين اللي رمى الشباشب كده في الارض؟ اهدي يا ام امنيه وانا هحكي لك على كل حاجه. في ايه؟ احكي ايه اللي حصل، انا مش فاهمه حاجه. بصي امنيه بتقول ان اصحابها بيستعروا منها بسبب ان انت بتبيعي شباشب. يعني امنيه اللي رمت الشباشب كده في الارض؟ يا ماما انا رميتها يا ماما عشان يا ماما تعبت. قلت لك يا ماما كذا مره يا ماما غيري شغلانتك دي يا ماما. يا امنيه ما انت فاهمه الشباشب دي ولا حاجه حلوه هتبوظ ولا فاكهه هتبوظ، بتفضل زي ما هي. بصي الحاجه اللي تضايق بنتك بلاش. يعني هي دي مشكلتك، ان هي الحاجه مش هتبوظ، هتدمها فتره اطول فتره من كده ما تبوظ. مفي شغلانات تانية كتير يعني مفيش فيها حاجه بتبوظ يعني. بس يا امنيه ما تحايليش عليا، انا اسفه. انا مش هبيع شباشب تاني، ما تزعليش نفسك. بجد يا ماما؟ بجد يا امنيه مش هبيع شباشب تاني؟ خلاص معلش. قلت لك يا امنيه انا هتكلم مع ماما. ربنا يخليكي ليا يا طنط. انت عسوله يا امنيه وانا بحبك.
خلاص كده مشكلتك اتحلت بقى، يعني المشكله خلاص كده اتحلت، ننهي الفيديو بقى ولا ايه؟ مش مضايقاكي قوي يا ماما. ماشي يا ستي، لعب اطفال من بكره. بجد بجد. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ايه ده يا ماما؟ ايه رايك بقى؟ الله يا ماما. عرايس وسوبرمان ونضارات وكل حاجه. الله يا ماما، ده حلو قوي يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا ماما، مبسوطه قوي يا ماما. اهم حاجه تبقي مبسوطه. عارفه لو جيتي لي بعد اسبوعين قلتي غيري اللعبه لا بتاعتك ايه؟ خلاص انا مبسوطه كده. بس يا عم وكده مشكله الفيديو بقى تكون بتاعتنا خلصت و خلصنا من مشكله الشباشب. ولو عجبك الفيديو بقى تشترك لايك وشير سبسكرايب. سلام.